السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جيف مي 5. هنتكلم سريعا عن مباراة الأهلي، أسوأ مباراة لكابتن عماد النحاس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن الأهلي خرج فايز. أنت حابس على أنفاسك لحد آخر دقيقة. آخر دقيقة أظن مصطفى العش اللي اديله نجم اللقاء النهاردة بلا منازع خرجها مع على خط المرمى، كانت هتبقى كارثه. دخلت خلاص تعادل، خسرت النقطتين في السباق الدوري وبيراميدز يكسب النهارده مستريح. انت رجعته تاني للبطوله وهيبقى قصادك ماتشين تقال قوي، فاركو وبنك الاهلي وفاركو. ايه يا جدعان، الدوري لسه مخلصش يا رجاله، لسه فاضل 6 نقاط من نار. بلاش حاله الدلع اللي احنا فيها دي. لا كابتن عماد النحاس، فين ضغطك العالي؟ فين البريس؟ فين ان انا اجيب واحد واتنين؟ جبت جون في الدقيقه 20، رد على طول. والجون مش ده الاهلي اللي احنا متعودين عليه في الماتشات اللي فاتت. امام عاشور زي الزفت، حاله دلع تامه من امام عاشور. في ايه معرفش، توفيق غريب غريب، مفيش توفيق خالص. اللعيبه بتتدلع. بن شرقي بالفن بتاعه جون 1 2، هو وامام عاشور في الدقيقه 20 جون. انت فين باقي المباراه؟ انت فين باقي المباراه؟ لو سام اللي بيضغط، اللي احنا عارفين بيضغط ومسلم نفسه لاحمد رمضان بيكهام. ايه ده؟ ايه يا كابتن عماد؟ ايه يا كابتن عماد ده؟ لا لازم نفوق، لازم نفوق، لازم نفوق. لسه فاضل 6 نقاط. الحمد لله الحمد لله انت كسبت النهارده عشان خاطر الاهلاويه، دعوات الاهلاويه بس. عشان ده انت عليت الضغط والسكر بالنسبه لجماهير الاهلي لحد اخر دقيقه. جماهير الاهلي ماسكه قلبها لحد اخر دقيقه. انت كان هيخش فيك جون في اخر دقيقه، يا نهار اسود. لا وردت. حسين الشحات بيتدلع فيها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه حاله الرعونه والدلع دي؟ احنا خلاص كسبنا الدوري كده. انت لما كنت متاخر كنت بتنزل تاكل الفريق اللي قصادك بثلاثات واربعات وخمسات. المباراه دي 1-0 ونمت عليه، صلاه النبي. لا بس كابتن علي ماهر لعب على عماد نحاس النهارده. على كابتن عماد نحاس مباراه كبيره قوي بصراحه. بصراحه عمل مباراه رائعه. الاهلي ملوش خطوره، ما فيش، مش ده الاهلي. 1 و2 3 و4 جبنا جون نضغط ايه ده؟ ايه ده؟ ايه حالة الرعونة دي؟ والاهلي محتاج دفاع. ده احنا دفاعنا شوربة. كان ناقص ان في الشوط الاول كان ناقص سيراميكا يخش بالكوره جول. خبر اسود يا جدعان، ده بيقسموا جوه منطقة الجزاء. النهارده مصطفى العش عمل مباراة رائعة، بس حط مصطفى العش معاه اشرف داري. انا نفسي اشوف الثنائية دي. ياسر ابراهيم في كور عمل عليها شغل، بس في كور كان كارثة. في الشوط الاول بالاخص كان هيخش فينا اجوان عسل. يا جدعان مش هينفع، لسه ما خدناش الدوري عشان حاله الدلع اللي انتوا فيها دي. لسه فاضل اهم ماتشين جايين. الاختبار الرابع على كابتن عماد النحاس انت عديت عليه، عديت. بس دي ما تزعلش مني، اسوأ مباراه ليك، اسوأ مباراه ليك. اللعيبه مش موجوده، اللعيبه مش موجوده. لازم نفوق، ولازم دفاع، لازم 2 دفاع على الاقل، على الاقل. واتمنى اشرف داي يرجع المباراه اللي جايه بامر الله، وامام عاشور تفوق. لا يا امام، لا، حاله الدعاء دي مش هتنفع. انت رفعنا المطوشه اللي فاتت واحييك على ده، بس لازم نفوق، لازم نفوق ونلحق نفسينا. عايز اختم، يعني اختم ان انا اقول الحمد لله فوز النادي الاهلي، الحمد لله 3 نقاط هتتخلي بيراميدز الضغط يكون عليه بأمر الرحمن. وإن شاء الرحمن الدوري يكون أهلاوي. فاضل لنا مباراتين 6 نقاط. ما تبصش لوراك، ما تستناش هدية من حد. مبروك للنادي الأهلي. بس احنا دايما الأهلي دايما بيدور على مستوى، مش هقعد خايف لحد آخر دقيقة. مش ده الأهلي. لازم نفوق. والحاجة الأخيرة، اتحاد الكورة عايز ايه؟ لازم تعادل الإسماعيلي في الدوري. قال لك هنزل 2 ودلوقتي لا انزل 1. لا دلوقتي افكر ان انا ما انزلش حد واطلع 4 فرق. ايه ده؟ الاسماعيلي الرابع موسم على التوالي تنقذوه تنشلوه من الهبوط. اذا كان بقى بالتحكيم، اذا كان في شغل، اذا كان تلغي ال النزول. لا الهابطين لا، مش هينفع الشغل ده. لا انت يعني ايه اللي عملته؟ يعني 22 فريق في دوري ليه؟ هتلعب مجموعتين وده دوري اساسا؟ ده احنا لما عملناها سنه كانت كارثه بالنسبه للكره المصريه.
لا لازم حل، وما ينفعش حته عدم الهبوط ده. لا وخارج انبي يا انبي بيقول لك ايه، ايمن الشريعي لما الاهلي بقى على القمه قال لك ما دام احنا هنلغي الهبوط يبقى مفيش فايز للدوري. لا والله، هو احنا بننحت في بقالنا 9 شهور في الدوري، واعلانات وسبونسر مش عارف ايه وتحكيم ومنافسه هنا وهنا، عشان تيجي تقول في الاخر مفيش بطل الدوري؟ لا حاجه تضحك بصراحه. حلقه بسيطه من برنامجكم جيف مي 5، كان معاكم احمد اسماعيل تورنيدو، واستنوني بعد ماتش بيراميدز ان شاء الله.